السلام عليكم. نهار جديد وفيديو جديد على قناتي. مرحبا بكم معايا مجددا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ أمونة. الناس اللي قدام معايا كنرحب بكم مجددا، والناس اللي عاد انضموا للقناة كنقول لكم ايضا مرحبا بكم. كنتمنى يعجبكم المحتوى، ولا عجبكم ما تنسوش بارطاجوا مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. فاليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بخاليني ديال اللوز، تحضير منزلي كيعطينا كميه وفيره ولذيذ. الاهم انه لذيذ. فبسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. غادي نحتاج عندي هنايا كمية ديال اللوز. عندي 150 غرام ديال اللوز مع 150 غرام ديال السكر حبيبات. نفس الكمية ديال اللوز كنديرها سكر، يعني نفس المقياس اللي كناخدو ديال اللوز كناخدو ديال السكر. بالنسبة للوز كديروه خضر او لا محمر، فانا كنفضل يكون محمر. هنا درت معكم اللوز خضر. فكيف كتشوفوا معايا غادي ناخد الكمية ديال السكر، غادي نديرها في واحد المقلاة اللي كتكون هكا ما كتلصقش، وكنديرها فوق نار مهيله، وكنخليها ما تنحركهاش حتى كيبدا داك السكر ديالي كيذوب وكيتكراميليزا. كيف كتشوفوا معايا هنا راه بدا كيذوب. بقاو غير شي بلايص هما اللي غادي نحاول انني نحرك باش ندفعهم ويوصلهم داك السكر اللي داب، باش هكا كيذوب ليا كلشي وما تيبقاوش عندي حبيبات. هنا بعد ما داب ليا السكر كيف كتشوفوا، يعني كنتاكد ان السكر ديالي كله داب. غادي نضيف عليه اللوز اللي كنكون مسحته من الغبره، وكنضيفو كيف قلت لكم. هنا عندي 150 غرام ديال السكر مع 150 غرام ديال اللوز. كندير داك اللوز ديالي وانا تنخلط. في الاول راه كيبان لكم بحال كيتجمع شويه كيتحجر. نتوما بقاو تحركوا هكا بالمهل كيف كتشوفوا هنا، راه بحال بدا كيتحجر. كتبداو تحركوا حتى كيذوب لينا هذاك السكر تماما، وكيتلبس لينا هذا اللوز كامل بالسكر. كيف كتشوفوا معايا في هذه المرحله هذه غير النار خصها تكون مهيله، باش هكا داك السكر كيذوب واللوز كيتحمر على خاطرو. صافي تنخليوه حتى كيبدا اللوز كيطرطق. صافي كنعرفوا بانه راه طاب. من بعد كنخويه فوق واحد هكا انا درتو هنا فوق السيلباط. نتوما ديروه فوق ورق ديال الطبخ، او لا تدهنوا الرخامه ديالكم بالزيت وكتخويو فوق منها. صافي هنايا بعد ما حطيته فوق السيلباط كيف كتشوفوا راه كله ملبس بداك الكراميل. غير الاضاءه كانت شويه ما عطاتوش حقه في هذا، لان كان الليل داكشي علاش. صافي هنايا كيف كتشوفوا كناخذ الكميه ديال اللوز ديالي، كنحاول انني نكسرها هكا او لا نديرها في واحد الكيس بلاستيكي ونكسرها عاد باش كنديرها في الطحانه، باش هكا الطحانه ما يعني كنحافظوا على الطحانه ديالنا ما كتهرسش. وكيف قلت لكم من الافضل تستعملوا اللوز كيكون محمر ديجا، باش هكا ما تاخذش لكم وقت طويل وانتم كطيبوا. يعني غير كتوجدوا الكراميل كديروا داك اللوز اللي محمر، كديوه تجيبوا صافي وتتخويه فوق السيلباط او ورق الطبخ. هنا درتو في كيس بلاستيكي وحاولت انني نهرسو بهاد اللاك. من بعد غادي نديرو في الطحانه، كنبقى نطحن وكيبغي شويه الخاطر باش هكا كيطلق ديك اللوز كيطلق الزيوت ديالو. وكيبقى عاوتاني على حساب النوعيه ديال الطحانه. الا كانت الطحانه جيده راه كطحنوا لكم مزيان وكيطلق الزيت. الا كانت الطحانه ماشي جيده راه ما غاديش يطلق لكم، يعني ما غيعطيكمش النتيجه اللي بغيتو 100%. هنا كيف كتشوفوا راه فاش طحنتو في الاول عطاني على شكل البودره. كنستمر في الطحن وانا كنطحن، وداك اللوز كيسخن وكيتعلك وكيزيد يطلق الزيوت ديالو حتى كنحصل على البخاليني كيف كتشوفوا هنايا. فكيف قلت لكم راه غير الاضاءه ما عطاتوش حقه في اللون. صافي هنايا كيف كتشوفوا راه بقيت كنطحن حتى طلق ليا داك الزيت. وتحاولوا على الطحانه ديالكم هكا مره مره، خليوها ترتاح باش ما تحرقوهاش. واللي شافت انه ما بغاش يطلق ليها الزيت فكتضيف القليل، يعني واحد المعلقه صغيره حتى المعلقه كبيره ديال زيت النباتيه او زيت الارغان كيجي معاه، او زيت نوار الشمس اللي توفر. وكتطحن باش هكا كتحصل على هاد النتيجه هذيك. بخاليني كيجي بهذا الشكل هذا. كنستعملوه هكا في لي كلاص، كنستعملوه في التحليات، كنستعملوه في لي زونطرومي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوه. نتلاقاو في فيديو جديد.